فكرة الفيديو دي أنا فكرت فيها كتير قبل ما أنفذها، لأن كتير منكم سألوني عزام إزاي إن إحنا نسعر الباكج بتاعنا، إزاي إن إحنا يكون لينا باكج أصلا، إزاي إن إحنا نبتدي أصلا نبني لينا اسم في السوق. فأنا قررت أجمع كل المشاكل اللي بتواجهكم وأخليها لكم في فيديو واحد مفصل أشرح لكم فيه كل اللي أنتم محتاجين تعرفوه تماما عن التسعير ونظام الباكجز، وإزاي إن أنتم تقدروا إنكم تبنوا لنفسكم اسم في السوق يحترم. لان الناس اللي بره اللي كانت بتشرح موضوع التسعير واللي كانت بتشرح موضوع الباقات كانوا بيتكلموا بشكل سطحي، يقول لك انت هتعرض الخدمه بتاعك مقابل $100، بس هو مش بيعرفك التريكات اللي جوه اللي انت محتاج تعرفها عشان توصل اصلا للمرحله دي. فانا هبدا اخد الموضوع معاكم خطوه بخطوه، وهننتقل لحد ما نعرف ازاي نوصل للمستوى دون عن طريق الخطوات البسيطه اللي انت هتعملها وتطبقها في الفيديو ده. ان شاء الله الفيديو يكون ممتع وانا متحمس جدا ليه. يلا بقى نبدا الفيديو. انا قسمت الفيديو ده ل6 دروس. هنبتدي باول درس معانا، هو ان الطريقه اللي انت بتشوف بيها نفسك هي الطريقه اللي انت قادر ان انت تسعر بيها نفسك. في جمله جميله بتقول لك اذا انت مش شايف القيمه اللي انت بتقدمها مفيش حد غيرك هيشوفها، لا عن طريق تسعير ولا عن طريق تفاوض ولا عن طريق الباقات. اياك تسعر شغلك قبل ما تعرف نفسك. لازم ان انت تكون عندك ثقه اصلا بان الشخص اللي انت هتروح تعرض عليه الخدمه بتاعتك انت اوريدي انت بتتكلم معاه وانت عندك ثقه في الشغل بتاعك، فانت عارف ان انت هتضيف له قيمه. فاذا انت اصلا ما كنتش واثق في القيمه اللي انت هتضيفها له، للاسف مش هتعرف ان انت تبيع له الخدمه اللي انت بتقدمها. تاني درس معانا هنا وهو ان الباكج هو سلاحك. الباكج مش مجرد جدول اسعار، الباكج هو صورتك قدام العميل. ده اللي بيخليه فاهم ان انت فاهم شغلك وعارف انت بتقدم له ايه، عن طريق ان انت في الباكج بتاعك بتقدم له عدد فيديوهات محدد، بتقدم له عدد تعديلات محدد، بتقدم له وقت تسليم الشغل بتاعك، وبتقدم له في بعض الحالات انك تدي له بونص او جيفت اللي هي هدايا على الشغل بتاعك. اللي هو اذا انت مثلا افترضنا ان انت خدت مني مثلا 30 فيديو، انا بعرض عليك مثلا خدمه سكريبتات على 5 فيديوهات، او مثلا بعرض عليك مثلا انا ادي كمان فيديوهين 3 مجانا. فانا دلوقتي بعرض له خدمات اضافيه مع الباقه بتاعتي، فبالتالي انا بظهر قدامه ان انا شركه مش مجرد شخص، لا انا عندي نظام، انا فاهم انا بعمل كويس وكل حاجه عندي ماشيه بنظام. تالت درس معانا وهو ازاي ان انت اصلا تسعر نفسك بشكل مناسب. يعني معظم المديرين بيجيلهم المشكله دي، هو انهم بيحسبوا سعرهم كانهم موظفين بالساعه. انت مش بتبيع وقتك، انت بتبيع الخبره اللي عندك. لازم تبقى انت فاهم ان الخبره اللي عندك هي اللي بتسعرك، مش الوقت اللي انت بتديه للعميل. هو جاي لك انت مخصوص عشان عارف انت بتقدم له خدمه، وانت شخص محنك في شغل الميديا وفاهم تركات كتير في شغل الميديا، فبالتالي مش هيدور وراك على تعديلات كتير، وواثق بنسبه مليون في الميه ان الشغل اللي انت هتنفذه هيعجبه. هو جاي لك عشان خبرتك، مش جاي لك عشان وقتك. فدي من اهم النقط اللي انت لازم تفهمها كويس. انت بتبيع الخبره مش بتبيع الوقت. تبدا من هنا واسال نفسك 3 اسئله مهمه. اول حاجه، مين العميل اللي قدامك؟ الشخص ده اللي بيتعامل معاك، هل هو براند، هل هو شركه، هل هو مجرد شخص؟ لازم تعرف ان انت على حسب اختيارك للعميل بيحدد البادجت اللي انت تعرف انك تستخدمه معاه. ان في عميل عايز شغل عالي، في عميل تاني بالنسبه له مجرد فرد، فهو بالنسبه له مش فارق معاه غير انه مثلا يعمل شغل مثلا حلو وفانسي في الريلز بتاعه، فهو مش فارق معاه الكواليتي قد ما فارق معاه الشغل اللي انت تعمله له. عايز يدفع لك اقل سعر ممكن مقابل انه يوصل للشغل اللي هو الفانسي ده. فانت بتتعامل مع شركه يختلف عن تسعيرته مع افراد. الشغل اللي انت هتقدمه هنا هتبذل فيه مجهود اكبر بكتير من لو انت شغال مع فرد. تاني سؤال معانا، هو الفيديو ده هيفرق معاه في ايه؟ هل هو مثلا اعلان منتظر منه انه يعمل له حملات فهو عايز يوصل اكبر قدر من الجمهور، فانت اوريدي انت مركز بكل ثانيه حرفيا، لان القطعات بتاع الاعلانات تختلف عن القطعات بتاع الريلز، تختلف عن قطعات الفيديوهات اللي هو بيفرض. كل فيديو وليه استراتيجيه معينه بالنسبه للخوارزميات بتاع كل منصه. فلازم تبقى انت فاهم الفيديو ده هيفرق معاه في ايه، وايه الوقت اللي انت هتعمله والمجهود اللي انت هتحتاجه عشان تنفذ له الفيديو اللي هو محتاجه ده. تالت سؤال معانا وهو انت قيمتك ايه في المعادله؟ اشمعنى جالك انت؟ ليه معرفش حد غيرك؟ وايه الحاجه اللي انت فاهمها في الشغل بتاعك مفيش حد ممكن يكون على علم بيها، وتريكات خاصه بيك انت في شغلك؟ ايه انت قيمتك اللي هتقدمها له في المعادله؟ ايه التاثير بتاعك اللي انت هتاثره؟ هل الفيديو اللي جايبه لك دون عشان تعمل بيه مثلا سي اعلان، هل انت واثق من قدرتك ان انت تهندل له الاعلان دون وعارف ان الاعلان اللي انت هتنفذه مفيش حد عارف يعمل نفس الطريقه اللي انت اشتغلت بيها؟ الحاجات دي كلها بتفرق، فلازم تحطها في عين الاعتبار. لما تجاوب على الاسئله دي هتعرف تسعر سعرك وانت رافع راسك، لان هو ببساطه الموضوع مش ان انا بنزل ريلز فالريلز دون سعره زي مثلا شغل الاوروبيين بتحاسب عليه $100. لا، انت ممكن تاخد في الريلز $120 وممكن تاخد في الريلز $20. ده بيختلف على حسب انت خدت الطريق من اوله ولا لا. استحاله ان انت يكون شغلك ضعيف وتيجي تقول لي انا هطلب $100. لازم تعرف تحدد مكانك فين في السوق. الموضوع مش عشوائي يا جماعه، وده اللي انا بحاول اشرحه لكم واللي محدش للاسف بيتكلم فيه. كله بيطلع يتكلم على الاسعار، ان الوضع يختلف تماما بشكل عام. رابع حاجه معانا ورابع درس هو الطريقه اللي انت بتقدم بيها نفسك. ازاي ان انت تقدم بنفسك، وازاي انك تقدم الشغل بتاعك عشان تبيعه. انت ممكن تكون شخص ذكي جدا بس للاسف انت ما بتعرفش انك تقدم شغلك، فللاسف شغلك مش هيظهر ومش هتكسب. شغلك لازم يبقى باين مش مخفي. حط تحت دي مليون خط. اذا انت ما لقيتش بيرسونال براند كويس،
اذا انت ما بقتش بيرسونال براند محترم، اذا انت مش بتظهر شغلك للناس، للاسف هتفضل مختفي. ودي يمكن المشكله اللي واجهتني في بدايه شغلي لما جيت بقى على السوشيال ميديا. بشوف ناس اقل مني في المهاره بينزلوا شغل على السوشيال ميديا، ورغم كده بيحققوا مشاهدات وبيجي لهم شغل اكتر مني، رغم ان انا فاهم شغلهم احسن منهم. انا فهمت وقتها ان انا مش بنزل محتواي على السوشيال ميديا، مش بظهره. ومش شرط السوشيال ميديا، ما تجيش تقول لي مثلا انا ما عنديش كاميرا اصور، ولا انا مثلا ما عنديش مكان اصور فيه. يا اخي انت ممكن تعرض شغلك في بيانس، اعرض شغلك في بيانس. انا بيجي لي ناس تيجي تطلب مني شغل، بلاقيها بعتلي شغل على الدرايف، وده غلط. ما ينفعش ابدا انك تعرض شغلك على درايف. عشان تعرض شغلك بشكل مناسب لازم أن تستخدم منصات خاصه بعرض الشغل زي بيانس. ما ينفعش انك تعمل الموضوع بشكل عشوائي وتقول انا كده هبعت له خلاص وهيدخل يشوف الفيديو. لا، هو الموضوع مش كده، وبيانس مش هياخد منك حاجه، يعني هو اصلا موقع مجاني اوريدي، فانت تقدر انت تعرض شغلك عليه. فانت شغلك ظاهر مش مخفي. وقت ما يجي لك عميل، اتفضل انا ده البورتفوليو بتاعي، تقدر انك تدخل وتشوف الشغل بتاعي عليه. فانت ما تبقاش شخص مالكش وجود، لا انت ليك وجود وبترفع شغلك وبتهتم انك تبين المستوى اللي انت اوريدي وصلت له دلوقتي. فعشان تبني بروفيشنال بورتفوليو يكون احترافي، لازم على الاقل يكون عندك من 3 ل 5 فيديوهات. دي افضل 5 فيديوهات او 3 فيديوهات انت قدرت ان انت تنفذها، وتعمل لنفسك وصف لطيف كده تتكلم عنه، عن خبراتك، ايه اللي انت اشتغلت فيه، انت شغال مع مين. دي 3 نقطة. تبين ايه الناس اللي انت شغال معاهم، ايه العملاء اللي انت اوريدي اشتغلت معاهم. الحاجات دي بتفرق جدا. رابع حاجة انك تقدم السيرفيس بتاعك بشكل واضح وصريح. انا بقدم كذا بقدم كذا بقدم كذا، بقدم سكريبتات، بقدم تصوير، بقدم مونتاج، بقدم ايا كان السيرفيس اللي انا بقدمها، لازم انها تكون ظاهرة في الوصف بتاعي وبشكل مباشر او في البورتفوليو بتاعي. لازم اعرف الناس انا اصلا مين وبقدم ايه وبعمل ايه. لان هو انت لو مش موضح الحتة دي، بيبقى عند الكلاينت عامة اختلاط، هو مش عارف تعمل ايه. او ممكن يكون اصلا انت بتنزل شغل فيديوهات هو اوريدي اصلا مش بتاعك، يعني انت عندك اديتور هو اللي شغال، فانت بتوضح انت اصلا عباره عن ايه وبتقدم خدمه ايه. في اي وقت انت بتتكلم مع اي كلاينت، انت بتتكلم بكل ثقه مش بخوف. انت معاك نظام، فانت كل ما بتبني لنفسك نظام، كل ما بتبني لنفسك بورتفوليو، ده بيديك ثقه ان انت فاهم انت بتتكلم في ايه. فبالتالي انت مش هتضيع وقت. الشخص اللي يجي يتكلم معاك انت شخص بروفيشنال، ومن هنا انت هتكتسب الثقه. خامس درس معانا وهو ان التفاوض مش حرب. مش اول ما العميل يقولك ان انت غالي يعني انت كده تبدأ انك تتسرع وتقلل. افهم ان ده مش رفض، ده بيختبرك. هو بيختبرك. قول له انا فاهم ميزانيتك، بس خليني اوضح لك انت بتاخد ايه قدام الرقم ده، واشرح له الباكج، واشرح له النتيجه، واشرح له القيمه، واشرح له الشغل اللي انت عملته مع العملاء ومين العملاء اللي انت اشتغلت معاهم. في الاخر السعر لو مش مناسب، انت بيكون اوريدي اصلا محضر نسخه اخف من الباكج. انت بتقول له انا مش بقلل من نفسي خالص لاي شيء، انا مش بنزل من سعري، انا بنزل لك من الباقه، انا بنزل لك من الباقه اللي انا بقدمها لك، سواء من عدد الفيديوهات او من الكواليتي اللي انا بقدمها، او بطول عليك المده اللي انا بستخدمك فيها الفيديوهات. كل الحاجات دي لازم تحطها في الاعتبار بتاعك وانت بتقلل من الباقه بتاعك. فانت بتبقى انت عامل نظام باكج مخصص، وعامل حسابك لكل فئه انت هتتعامل معاها ازاي. فانت ما بتقللش من نفسك ابدا. حط دي في اعتبارك. اياك تنزل في سعرك ابدا، انزل في الباكج انما ما تنزلش في السعر. وافهم ان التفاوض ذكاء، هدوء، وتحكم. اذا انت قدرت انك تحافظ على الثلاث حاجات دول وانت بتتفاوض مع العميل، انت هتكسب. هنا هنيجي لسادس نقطه، وهو ان انت تبني بيرسونال. زي ما انتم شايفين عندي كده، انا بقيت البيرسونال براند بتاعي من الصفر. الصفحه دي انا بدات فيها من الصفر، وحاولت ان انا زي ما قلت لكم المشكله اللي كانت موجوده عندي هو ان انا بشوف ناس منافسين ليا اقل مني في المهاره وناجحين على السوشيال ميديا. بدات ان انا اغطي الفرق اللي كان عندي ده. بالفعل انا كان وقتها عندي الموارد والامكانيات اللي تخليني ابدا. بعد ما في البدايه كنت شغال بالبيانس عادي، بدات افكر ان انا ابتدي لنفسي صفحه شخصيه وابتدي بيها براند شخصي. فاصبح الموضوع معايا مختلف، بقى العميل هو اللي بيجي لي لما يشوف شغلي، مش انا اللي بروح اعرض على العميل شغل. فهنا بدات اظهر الستايل بتاعي. عشان تبني بيرسونال براند ليك واضح وصريح، لازم أن تحدد الشكل البصري اللي انت هتكون عليه في الاكونت بتاعك. محمد عزام معروف بشكل او بستايل معين، محمد عزام الستايل دون كل ما بشوف اي حته بعرف ان انا ستايل محمد عزام. فبالتالي الشكل بتاع البروفايل، طريقه عرض البروفايل بتاعك، طريقه عرض السمبليلز بتاعك، طريقه عرض الفيديوهات بتاعك، لازم يكون ليك بصمه خاصه بيك. تاني حاجه انت محتاج ان انت تبني طريقه تواصل بينك وبين الجمهور، يبقى الجمهور مميزك بيها. طريقتك في اللبس، طريقتك في الكلام، طريقتك في التعليم بتاع الفيديوهات بتاعتك، اسلوبك في التعليم عامل ازاي. اذا انت وضحت النقط دي، الستايل بتاعك، انت حرفيا بتبني بيرسونال براند مميز ليك وانت مش واخد بالك. فده سواء انت اديتور او انت شخص بتقدم خدمه وانت شخص بيبيع خدمات، كل ده ينفع معاك. انت عشان تظهر بشكل بروفيشنال لازم تبتدي تفكر انا عايز ابني لنفسي فيجوال ستايل او شكل معين بصري على السوشيال ميديا بتاعتي
يبقى الشكل ده مميز ليا، والستايل ده يبقى مميز ليا انا بس، يبقى ليا طريقه معينه في شرح المنتج بتاعي، طريقه معينه في ان اانا اوصل الفكره بتاعتي. الشخص نفسه اللي بينزل وبيظهر على السوشيال ميديا شخصيته العميل بيتعلق بيها والمشاهدين بيتعلقوا بيها. يقول لك الشخص ده ممكن يكون بيقدم اديت وفي ليه منافس تاني بيقدم اديت، بس انا مرتاح مع شخصيه محمد عزام اكتر، لان شخصيته بالنسبه لي جذابه اكتر، فانا حابب اشتغل معاه. وبالفعل ده اللي حصل معايا، ان انا جالي شغل من اشخاص بالفعل كانوا شغالين مع منافسين ليا، واتفاجئت ان هم جايين يقولوا لي احنا حابين نبتدي شغل معاك، رغم انهم ممكن يكونوا اصلا جايين من عند صناع محتوى بيتخطوا 100,000 متابع، وبالفعل هم ناجحين على السوشيال ميديا، ولكن هو جاي لي عشان لقى ان انا عندي ستايل في السرد وستايل في السوشيال ميديا بتاعتي ونجاح على السوشيال ميديا بتاعتي، فبدأ يثق في ان هو يجي يشتغل معايا. تالت حاجه وهو ان انت بتبدأ انك تشارك الستوريز والاكسبيرينس اللي هي قصصك والتجارب والخبرات بتاعتك انت كاديتور، انت بتبين للناس التجارب والصعوبات اللي انت مريت بيها، ده بيساعدك انك تبني بالفعل ترابط بينك وبين الجمهور، تخلي الناس تعرف ان انت شخص بالفعل قريب منهم، بالفعل انت حياتك هي دي اللي انت بتظهرها لهم، انت مش بتدعي عليهم ومش بتتلاعب بيهم، لا هي دي فعلا شخصيتك وهي دي فعلا الطريقه بتاعتك في الكلام. رابع حاجه وهو ان انت تحافظ على البصمه بتاعك، سواء البصمه البصريه او البصمه الصوتيه بشكل ثابت، اللي هو انك تفضل تنشر على طول، ما تغيرش الصوت اللي انت ابتديت بيه، ما تغيرش الشخص اللي بيظهر على السوشيال ميديا، ما تجيبش صوت تاني غير الصوت بتاعك، ما تغيرش الشكل اللي بيظهر، خليك ثابت، الشخص اللي بيقدم واحد، الصوت اللي بيقدم واحد، وانت عندك استمراريه دايما في النشر، انت مش بتقطع اسبوع اسبوعين شهر، لا انت دايما مستمر. الاستمراريه هتخليك تبني علامه تجاريه ناجحه جدا ليك، تميزك عن اي حد منافس ليك اصلا ممكن يكون مش بيبتدي اصلا لنفسه بيرسونال. هنا العميل يحس ان انت بالفعل انت شخص بروفيشنال، هيحب يتعامل معاك حتى قبل ما يعرفك. انت لما توصل للمرحله دي هو هتلاقي العميل هو اللي جاي لك، تفهم ان براندك هو الاستثمار الحقيقي مش اللابتوب بس اللي انت شغال عليه. بالفعل اللابتوب مهم، ولكن ده جزء من الحاجات المهمه. لازم تفهم ان انت محتاج تبني بيرسونال براند ليك، فسواء انت ابتديت فيه دلوقتي، ابتديت فيه بعد شهر، ابتديت فيه بعد سنه، لازم تبقى حاطه في الاعتبار عندك ان انت في الوقت المناسب، وقت ما تيجي معاك الامكانيات وتبقى جاهزه وتبتدي لنفسك بيرسونال براند. ده هيخلينا نرجع تاني لنفس النقطه المهمه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، انت هتسعر شغلك ازاي؟ ببساطه انت هتبتدي بأقل سعر ممكن في السوق، وبعد ما تبتدي تبني لنفسك كلاينتس ابدأ من هنا، ابني لنفسك بورتفوليو قوي، فتبدأ ان الكلاينت الجديد اللي يجيلك تعلي سعر عليه، فتبدأ انك توصل للعميل الجديد فتديله شغل اعلى، فلما يجيلك العميل التالت تعرض شغل اعلى، فتبدأ انك تعرض عليه سعر اعلى عليه. من هنا هتبدأ ان انت تضاعف شغلك وتبدأ انك تكبر بسرعة، ولحد ما توصل انك تطلب فعلا في الفيديو 100 و120 دولار، وده للأسف اللي مفيش حد قاله. فافهم ان هي مجرد درجات، ما تقنعش في دماغك ان هو ده الصح وان انا عشان انا ما قدرتش انجح زي الناس دي ان انا الغلط فيا، لا انت الغلط مش فيك، انت الطريق بالنسبه لك هو اللي مش واضح. فابدا من البدايه وابدا خد خطوات ثابته تجاه شغلك، وابدا ابني بورتفوليو لنفسك قوي، من هنا هتقدر انك تنجح كسوشيال ميديا. وانا واثق ان انت اذا انت كملت الفيديو لحد اللحظه دي انت بالفعل شخص جد وعايز فعلا انت فعلا تحقق نجاح في نفسك. ولكن استعدادك لوحده مش كفايه، محتاج انك تاخد خطوات تجاه اللي انت عايز تحققه. ولو طبقت اللي انت اتعلمته هنا وبنيت باكج قوي، سعرت صح وعرفت انك تعرض نفسك مظبوط، مستقبلك كمونتير هيبدا من هنا. انا محمد عزام، وعسل كده.